بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي احسن حال ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض الغدا بتاعنا. النهارده كان عبارة عن بطة واربع حمامات، هنعملهم مع بعض في حلة واحدة. وهنعمل كمان كوسة في الشوربة، وهنعمل رز بالكبد والقوانص، وهنعمل كوسة دمع. للي ما بيحبش الكوسة البيضة هنعمل كوسة دمعة. وهنعمل الغدا بتاعنا النهاردة مع بعض. اول حاجة كده زي ما انتوا شايفين، جبنا البطة وغسلناها كويس ونقعناها في المية والملح والليمون، وكمان دبحنا الاربع حمامات اللي لقيناهم في العشة، وعملنا غسلناهم برضو كويس ونقعناهم مع بعض بالملح والليمون. وعملنا بقى البصلة بتاعتنا اللي قلبنا فيها شوية من لسان العصفور ومعلقتين من الزبيب، وكمان معلقة من الفلفل ومعلقة من الملح، ودعكناهم كويس مع بعض، قلبناهم كويس مع بعض. وبعد كده هنحشي بقى البط والحمام بنفس الحشو. هحشيهم زي ما انتوا شايفين كده. دي الرقبة بتاعتها طلعت مقطوعة، فانا قلت ايه بلاش احشي الرقبة بتاعتها علشان ما تسيبش طبعا في الشرب. هنعمل مع بعض البط والحمام بتاعنا ده النهاردة في حلة واحدة. هنعملهم كده في حلة واحدة، هتطلع معانا الشوربة زي العسل ما شاء الله، هتطلع جميلة جدا من غير تشويح ومن غير حاجة. هنعمل مع بعض البط. اول حاجة كده جبنا البط بتاعنا وحطيناه في الحلة زي ما انتوا شايفين، وكمان حطينا معاه الحمام بتاعنا في المية بتغلي. طبعا المية كانت بتغلي الاول، وبعد كده سقطنا فيها الحمام والبط بتاعنا. وبعد كده هنضيف بقى للشوربة بتاعتنا البصلة والورق اللورة والمستكة والحبهان، وبهاراتك اللي انت بتحطيها في الشوربة بتاعتك، اللي هي ايه عبارة عن الملح والفلفل. وهنضيف بقى طبعا البطة، الحاجات اللي هي الرقبة والكبد والقوانص. وبعد كده نشيل الريم بتاعنا كده، وحطينا البصل وحطينا بصلاية كده والملح والفلفل بتاعنا ده. بعد ما استووا شوف الشوربة ما شاء الله طالعة عاملة ازاي. هننشيلهم بقى كده مع بعض ونعمل لهم ندهنهم كده بالصلصة وندخلهم الفرن. وعلى ما نعمل الحمام بتاعنا يستوي يتحمر، هنكون عملنا الرز معايا. ده عبارة عن جبنا معلقة كده شوية كده من الزيت، وحطينا مع حبيتين من الليمون الناشف ومعلقة من الكركم ومعلقة من الكاري. وهنقلب الرز بتاعنا، يكون الرز بتاعنا مغسول كويس، مش هننقعه. طبعا احنا عارفين ان الرز المصري ما بتنقعش، فمش هننقعه ولا حاجة، وهنقلبه على طول. وبعد كده نضيف فيه يا شوربة يا مية، هنضيف له معلقة من الملح ونضيف له يا شوربة يا مية. هنضيف بقى معلقة الملح، وبعد كده هنضيف الشوربة بتاعتنا او المية. طبعا احنا سالقين الكبد والقوانص مع البط والحمام، فانا هطلعها على ما الرز بتاعي يتشرب كده. دي شوية كده من الزبيب ضفتهم للرز، وبعد كده هغطي عليه واسيبه يتشرب. على ما الرز بتاعي يتشرب، هكون قطعت بقى الكبد والقوانص، نشلتهم وقطعتهم زي ما انتوا شايفين كده، وهضيفهم للرز بتاعي. بعد ما الرز بتاعي يتشرب هضيفهم للرز بتاعي واقلبهم كده مع الرز، واسيبه يكمل سوي على النار هادية. بعد كده اوطي عليه النار خالص، وبعد كده اسيبه يستوي على ما البط بتاعي والحمام اتحمر. خلاص كده خلصنا. وبعد كده سلقنا برضو في الشوربة بتاعتنا شوية من الكوسة للناس اللي بتحب الكوسة البيضة. وده كان الخضار بتاعنا. عملنا طبعا الكوسة بتاعتنا هنصورها مع بعض بعد كده في فيديو جديد، هنصورها في فيديو تاني. وبعدين ده كان الرز بتاعنا خلص سوي، وده الكوسة وده الشوربة بتاعتنا حطينا فيها شوية من الكوسة علشان تبقى شوربة كوسة. وفي شوربة برضو سادة للي بيحب الشوربة السادة من غير خضار. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.